تعرفون وش يعني البركة؟ لما تمر عليك شهور بدون لا تروح للطبيب فهذه بركة. لما تاكل أكل قليل وتشبع هذه بركة. لما راتبك يبقى معك لآخر الشهر هذه بركة. لما عائلتك كلها حولك وعلى قلب واحد هذه بركة. لما مشترياتك تدوم معاك سنين هذه بركة. والله العلي العظيم انه يا في نعم في حياتنا الله منعمها علينا حنا ما نحس فيها الا اذا فقدناها، او نفكر في اشياء مو بعندنا نطلبها وننسى الاشياء اللي الله معطينا وموجودة في حياتنا. فلا تفكر في شيء مو هو موجود عندك وتنسى اشياء وكثير من النعم موجودة عندك. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الستر، نعمة الأمان، نعمة الأكل، نعمة سقف البيت، نعمة الأهل، نعمة كل شيء موجودة عندك حاليا. فلا تنسى هذه النعم وتفكر في شيء مو بعندك، في دين، في فلوس، في شيء تبغاه من الحياة وما جاك، يعتبر أن هذا أكبر همك وتنسى كثير من النعم اللي الله أعطاك إياها. وصلت في نعم كثيرة في حياتك أنت ممكن ما أنت بحاس فيها، لكن عند غيرك يتمناها. أنت نعمة الصحة عندك غيرك في المستشفيات قاعد في المستشفى له شهر بشهرين 3 شهور ما عنده نعمة الصحة اللي أنت الله عطاك إياها. فدائما فكر بالنعم اللي موجودة عندك، لا تفكر في الشيء اللي مو موجود عندك. الشيء اللي مو موجود عندك بيجي بإذن الواحد الأحد، إذا الله كاتبه لك راح يجيك، لكن الله عطاك نعم موجودة عندك فأشكر الله سبحانه وتعالى واحمدها وأعرف قيمة هذه النعم اللي موجودة عندك، وأهمها الصحة والعافية والأمن والأمان. سلام عليكم.